مفيش حد في العالم كله تجرأ وقارن بين مصر وسويسرا. العبد لله غير العالم كله هقارن مصر بسويسرا، ومش بس كده، ده مصر هتكسب كمان. فتابعني للاخر واتفرج على الدنيا بتحط على سويسرا، عشان اخر مقارنه في الحلقه هتكون الضربه القاضيه. ومعاكم محمود عشري من 5 في عينك، ويلا بينا نبدا. خلينا الاول نتكلم عن الاساسيات، زي مثلا جواز السفر المصري وامكانياته الغير محدوده قصاد جواز السفر السويسري. لو انت مواطن مصري فانت عندك الحق في زياره دول عظيمه كتير بجواز سفرك بدون تاشيره، زي مثلا دوله بنين الاكثر جذبا للسياح في قاره افريقيا. انت كمصري تقدر تخش دوله بنين بدون تاشيره، على عكس المواطن السويسري اللي محتاج يقدم على تاشيره لدوله بنين في السفاره البنينيه اللي غالبا ملهاش وجود في سويسرا. واحد هيقول لي طب انا اروح اعمل ايه في بنين؟ هتروح هناك تاخد فطه سخنه وحلاقه ايامه وبخار وش وتحديده، وترجع نخبي منك الحريم اللي هتجننهم بحلقتك. دول عظمى زي جامبيا وغينيا ورواندا وهونج كونج وماليزيا. بس عارف ايه اكتر حاجه مزعلاني؟ اني كان نفسي ازور انجولا، بس للاسف محتاج تاشيره. انما المواطن السويسري بيخش بلاد عبيطه جدا بدون تاشيره زي كندا وامريكا والنرويج، اللي هو مين هيفكر اصلا يزور البلاد الوضيعه دي؟ وحتى لما بيفكر يزور الدنيا بيدفع 30 دولار على البوابه عافيه كده، او كارته تمن دخول ارض الحضاره. انما انت كمصري مش محتاج تدفع فلوس عشان تزور مصر، لانك مش هتخرج منها يا صاحبي. كفايه اوهام واحلام. انت كمواطن مصري تتميز عن السويسري بشيء مهم جدا عمره ما يخطر على بالك، انه ممنوع منعا باتا شد السيفون في سويسرا بعد الساعه 10 بالليل عشان ما تزعجش جيرانك. طب افرض واحد اتزنق ودخل يفك ميه، يعمل ايه؟ لا ممنوع، يا تحبسها لتاني يوم يا تسيبها كده وريحه المكان يصنن. لكن يا باشا انت في مصر مش بس ممكن تشد السيفون وتصحي خلق الله الساعه 2 بالليل، انت تقدر تستحمى وانت بتسمع رضا البحراوي ومزمار عبد السلام على سماعه JBL ومحدش يقدر يكلمك، لاننا في مصر وبلا فخر بنقدر الراحه النفسيه والجسديه، ومن حق كل مواطن انه يطرطر في اي وقت يتحسر. كمان المواطن السويسري ممنوع يقطع عشب جنينه بيته يوم الاحد. ما انت مش فاهم، اصل المواطن السويسري مش قادر ينسى انه جناين الاصل، فتلاقيه بيحب يضرب له خرطومين كل كام يوم في جنينه بيته، بس الحكومه بتمنعه يستخدم مكنه تقطيع العشب يوم الاحد عشان ده يوم الراحه للناس والجيران. انما في مصر يا معلمه انت ما بتعانيش من القصه دي لسببين: اولا انك كحيان وما عندكش جنينه في بيتك فمش هنمثل على بعض، فهيفضل الجناين والاشجار اللي في الشوارع، وده يودينا لثانيا ان موظفين الحي الله اكبر عليهم مش مخلينك قلقان من القصه دي، هم من نفسهم بيطرشموا كل الاشجار والجناين اللي في الشوارع، وده طبعا حرصا على سلامه واطمئنان المواطن، انك لو سايق موتوسيكل والدنيا زحمه وحبيت تطلع على الرصيف بالموتوسيكل عشان تنجز، ما تلاقيش شجره في وشك تلبس فيها والموتوسيكل يخرب وهو عليه اقساط لسه. دايما في حصص الجغرافيا في المدارس بيقولوا لنا تمتاز مصر بموقع جغرافي ممتاز، ودي حقيقه اكتشفتها لما بصيت على سويسرا برضه لسببين: اول سبب ان ما عندهمش بحر نهائي يصيفوا فيه، فبالتالي ما عندهمش بلطيم ولا راس البر ولا جمصه ولا فايد، انما احنا بالصلاه على النبي عندنا بحرين بحالهم يرمح فيهم الخيل. تاني سبب لموقعنا الجغرافي المتميز ان سويسرا مشترطه على كل بيت انه يبني تحتيه مكان مضاد للاسلحه النوويه، لعل وعسى حرب نوويه تقوم فتلاقي مكان تستخبى فيه، وده لان سويسرا متحوطه بشويه بلاد لبط ملهاش امان زي ايطاليا والمانيا وفرنسا والنمسا، والدنيا متغربله هناك. انما احنا مش محتاجين اماكن حمايه من النووي، وده لان كل البلاد اللي حوالينا عايشين في امن واستقرار ومفيش اي خلافات او نزاعات. وكمان عشان المصري اللي بيفطر فول وطعميه على الريق ممكن يبلبع شويه يورانيوم وهو في الاتوبيس كنوع من انواع الفوار لتنظيف المعده. طب هتصدقني لو قلت لك ان سويسرا بلد حراميه ونصابين؟ انت لما تسمع عن حرامي كبير قوي في البلد هرب فلوسه على بلاد بره، بيكون مهربها فين؟ في بنوك سويسرا طبعا، ياخد له قرض ب 2 مليار ويخلع على سويسرا ومحدش يقدر يهوهو في وشه. انما في مصر بلد الامن والامان، انت بتاخد منها الفلوس اصلا وتهربها على بلاد بره، وما تقدرش تخبيها في اي بنك في مصر لانها هتتقلب منك تاني. بتسمع دايما عن منتجات رديئه من سويسرا الناس الاغنياء بيتفشخروا بيها، زي الساعه الرولكس، اللي هو لما تشتري ساعه ب 50,000 دولار هتخلي اليوم 36 ساعه مثلا بدل 24. الرولكس هيديك اكزير الحياه طول ما انت لابسها. كلام فارغ يا بيه، احنا مش بتوع الكلام ده، احنا ناس عمليه. وعشان كده احنا من اهم منتجاتنا المصريه في العصر الحديث هي بوكسرات كوتونيل مصنوع من قطن مصري طويل التيله. واحد غني حنيوك هيقول لي في الكومنتات على فكره ساعه اوميجا ارخص واحسن واشمل من الرولكس. برافو عليك يا صاحبي، بدل ما اشتري ساعه رولكس ب 50,000 دولار اشتري اوميجا ب 30,000 بس، واللي وفر فيه بيتي اولى بيه يلعن ابو الحنكه. الساعه اللي كانت بتطلع في كيس قلبز ابو جنيه هتقول لي نفس الوقت. على فكره تسمع عن شيكولاتات سويسرا وانها بتنافس بلجيكا في طعامه وحلاوه الشوكولاته؟ انا مش هقول لك غير كلمتين: الشمعدان واللمباده. انا مش محتاج حتى ان احط دونتي شوكولاته لانها هتسحق سويسرا في المنافسه. واللي يقول لك الجبنه السويسري من الاطعم والافضل في العالم، قول له على طول انت شكلك ما جربتش جبنه عبورلاند، صناعه مصريه 100%. من كتر جمدانها الدوري المصري اتسمى دوري عبورلاند سنتين ورا بعض. ثم انت اللي بتقول لي الجبنه السويسريه، عمرك حسيت احساس لما خالك يجي لك زياره من البلد محمل على كتفه بلاص مش؟ طب احساس لما عمتك تيجي لك من نفس البلد لفه شويه جبنه قريش في ملايه؟ انا ما حسيتش الصراحه عشان ما بحبش الجبنه، بس طالما في ناس بتاكل مش في كامل قواهم العقليه فلازم اصدق ان طعمها المفروض يكون كويس واحسن من الجبنه السويسريه. ليه تروح سويسرا اصلا عشان تاكل جبنه لما ممكن تطلع على اسكندريه وتاكل من مطعم البان سويسرا؟ تعالى بقى نخش على التقيل اللي شايلها لكم، بس الاول كالعاده لو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناه، فاضل لنا زلطه ونكمل 20,000 ولايك على الحلقه، ويلا بينا نكمل. عمرك سمعت عن قانون في سويسرا اسمه ضرايب الكلاب؟ ايوه يا صاحبي، انت لو بتربي كلب او كلاب بتدفع عليهم ضرايب للحكومه، وما تسالنيش ليه. يعني تخيل بتربي كلب وتاكله وتشربه وتلبسه
تحبسه وترضعه وتمشيه 3 مرات في اليوم عشان ما يجيلوش اكتئاب، وفوق كل ده بتدفع عليه ضرايب للحكومه السويسريه. طب ايه علاقه ده بيك كمصري؟ العلاقه يا باشا انك مش محتاج تدفع ضرايب على تربيه الكلاب في مصر، لانك مش محتاج تربي كلب اصلا. الكلاب عندنا حره طليقه في الشوارع والميادين. الكلاب عندنا مش محتاجه اللي يربيها، بالعكس هم اللي بيربونا. لما يلاقوا واحد ماشي في الشارع الساعه 12 بالليل لوحده، يا سلام لو سايق فيسبا ولا عجله. بس ما تقلقش، انا جبت لك الحل. لما تخش الشارع وتلاقي شويه كلاب مستنيينك عشان يجروا وراك وانت معدي وماشي جنبهم، ما تبصش عليهم واعمل نفسك شايل الهم وخلاص داخل السجن من كتر الكمبيالات اللي ماضيها على نفسك. الكلاب بتوعنا رجاله وهيقدروا الحاله اللي انت فيها وهيعدوك من غير نوش. نيجي بقى لاهم نقطه ومقارنه في الحلقه. لو سالت اي حد في العالم ايه اهم مدينه في سويسرا هيقول لك زيورخ. طب ايه يا عم الحاج المميز في زيورخ؟ هيقول لك مطار زيورخ. طيب تمام، مطار زيورخ تحس نفسك في المستقبل من كتر الفخامه. لكن في مصر عندنا اهم مدينه في العالم، ومش بس تحس نفسك في المستقبل، لا انت عايش في المستقبل نفسه في المدينه دي. لا مش القاهره ولا العاصمه الاداريه ولا العلمين، لا يا راجل دي مدن على قدها. انا بتكلم على اهم مدينه في العصر الحديث، مدينه المنوفيه اللي عايش فيها 4 مليون و700 الف عبقري منوفي. صاحبي لما تتكلم عن الانسان المنوفي لازم تعرف انك بتتكلم عن جينيوس. تحليلات الدي ان ايه الحديثه اثبتت ان البرت اينشتاين اصلا من شبين الكون، ونظريه النسبيه تم طرحها في معمل في بركه السبع. طب طالما المنوفيه بتخرج عباقره كتير كده، ازاي ما بنسمعش عنهم خالص؟ السبب واضح وضوح الشمس، ان الماسونيه اللي ادرجت القنوات الفضائيه في التلفزيون شغلتنا عن قنوات التلفزيون المصريه الارضيه اللي كان بيتعرض عليها برنامج بشكل اسبوعي مع الاستاذ سمير الاسكندراني بتجيب المواهب الفذه اللي جايه من المنوفيه. لكن بسبب عجز مالي حصل لبرنامجه، بما ان ميزانيه برنامجه 600 جنيه في الشهر والعائدات كانت 43 جنيه في السنه، تم وقف البرنامج واندثرت مواهب المنوفيه العبقريه. ومن مكاني بناشد المسؤول عن العلم والاختراعات والاكتشافات في مصر، ارجوك محتاجين 600 جنيه من الخزنه المصريه لتمويل برنامج جديد لاكتشاف عباقره المنوفيه من جديد. وانا ما عنديش مانع اقدم البرنامج بنفسي، ومش هنختلف على المرتب، 150 جنيه في الشهر وعلبه كشري من زايد حنفي كل اسبوع. طبعا النتيجه مش محتاجه تتقال، مصر تنسف سويسرا بدون قطره عرق. لو ما عجبتكش الحلقه فتاكد انك من الوادي الجديد، ولو عجبتك الحلقه ما تنساش لايك وسبسكرايب. وكان معاكم محمود عشري من 5 في عينك، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.